أعزائي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. سألني الأخ أبو الديار العزيز والأخ في مقنبرة الأخ محمد العزيز أي نوع من أنواع الأكل الفراغ أستعمل. أنا أستعمل هذا النوع طبعا، هذا النوع الذي يكون 250 جرام، سعره 8.90€. 8.90€. هذا هو. أنا أشتري دائما ربع كيلو حتى يكون دائما طازج، يعني ما أفتحها. ومن قبل أيضا كنا استعمل هذا النوع، لكني حاولت استعمل نوت بيرد الإنتاج فيرسيلا اللي يكون 3 كيلو حتى تشوفون السعر. 3 كيلو سعره تقريبا 30€. وهذا يطلع السعر كيلو تقريبا يطلع نقول 90 16 18 36€، يعني 35€ للكيلو. وهاي مال الفرسلاقة سعره يكون 3 كيلو، يعني كل كيلو يطلع 10€ وأقل تقريبا، بس نقول 10€. هذا المنتج يعني هو تقريبا طبيعي، واللي موجود بها هذه المكونات كما ترون. هذه هي مكونات البي، وهذا المنتج يعني تذوب بالماء يعني بسرعة، وتستفيد منه الطيور طبعا. لكن هناك موضوع أنا تكلمت عنه طبعا، هذا اللي اشتريته السنة اللي فاتت وعندي أي 21 أيضا. هذه نسبة بروتين طبعا 19%. المشكلة بالمنتج الفرسيلا دائما أقول هناك يعني هناك شركات تجارية، وهناك شركات يعني وسط، وهناك شركات يعني ممتازة. وفيتي أوفو اللي يسموه هاي من بينتا يعني يكون أحسن شركات، لأن أكثرية منتجاته طبيعي. المشكلة كما تلاحظون حتى نشوف مع بعض، هذا هو مال الأكل اللي تطعم به الفراخ مال السلاقة. نشوف الآن حتى يعني تشوفون المشكلة اللي موجود بهذا الأكل. هذا هو الأكل، واللي خسرني السنة اللي فات يعني ما خسرني، بس للموزايك طلع بالمناطق اللي ليس مرغوب بها مثل الجناح الآن أضع هذا مال فيرسيلاقة، أضع كله لأن ما أحتاج. هذا أطعمه الحمام، وجبت الآن مال فيرسيلاقة لأن عندي تقريبا اشتريت السنة اللي فات علبتين، يعني 3 كيلو. المشكلة نشوف الآن مال فيرسيلاقة هو أكل طبيعي الآن، طبيعي كما تلاحظون، هو طبيعي. الآن يظهر الآن حتى يكون كلام واضح أكثر. الآن نشوف اللون الأحمر، وهذا اللي أنا أكثر من مرة اتصلت بهم بالشركة الفيرسيلاقة، هم قالوا لي هذا ليس المواد الملونة، لكن كان سبب في ظهور اللون الأحمر. اللون الأحمر غير مرغوب به على الجناح. كما ترون هذا اللون. هسه الآن مع الوقت كما ترون يظهر اللون البرتقالي كما ترون هنا، وهذا اللي جعل تظهر الآن. تشوفون بالمواد كما تشوفون هون، هذا هو. وهون أيضا وهذا هذه المشكلة اللي حصل معي، يعني اللي يربي كناري الموزايك، كل أنواع الموزايك،
إن كان أحمر موزايك أو أصفر موزايك أو موزايك ميلانين، يجب أن لا يستخدموا بأي شكل من أشكال المنتج مال فيرسيلاغا، لأنها كما تلاحظون الآن ظهر اللون. وأني اتصلت أكثر من مرة بالشركة الفيرسيلاغا بلجيكا وفرعهم هنا، وهم تأكدوا لي بأن هذا ليس مواد ملونة، لكن أكثر من مرة بالمعرض والمسابقة على مستوى المقاطعة تأكدوا لي هذه المواد ملونة ويتأثر على لون الريش في الفراغ، يعني تظهر اللون الأحمر أو الأصفر بمناطق غير مرغوبة به. وأشكركم جزيل الشكر.